مساء الخير يا جماعه، دي حلقه كمان من مراجعه حفلاتي اللي هو مين السكر. هو مين السكر بمنتهى البساطه عرض ارتجالي تفاعلي مع الجمهور. كل حد كتب لي كارت من الجمهور وانا ما لحقتش ارد عليه في الحفله، برد على كل الكروت دلوقتي. اي حد عنده موقف او عنده حكايه عايز يشاركها معايا يكتب لي في الكومنتات علشان نتكلم فيها الحلقه اللي جايه. ولو عندك تعليق على الحاجات اللي انا اصلا اتكلمت فيها دي اكتب لي في الكومنتات. الاسم سالي، بتشتغل ايه؟ HR. اكتر موقف محرج اهلك حطوك فيه. كنت قاعده مع واحده صاحبتي في البيت وبابا بيتخانق مع اختي. بابا بيتخانق مع اختي وفضلت تستفزه وهو كان بياكل زبادي، فجه يرميه على اختي مترمى على صاحبتي. طبعا صاحبتي سكتت وعملت فيها اللي مكفيها عشان ما تتهزقش اكتر. عارف الخناقه بتاعت ان احنا في واحد فينا في الاخوات بيتضرب والباقي كلهم بيبتدوا يعملوا حاجات علشان يوروهم ان احنا بنحب بابا وماما قوي. انت ما اتضربتش في البيت قبل كده؟ انت يلا عشان يتيم مش هتشاركنا؟ هل كنت بتتضرب لما مازن اخوك او لما اخوك بيعمل حاجه غلط؟ يعني انت كنت بتضرب ذنب بذنبه؟ انا كنت بزق مازن، بزقه على امي بقى. بس انا كنت رخم، يعني اللي هو انا عارف ان انا عملت حاجه فانا محتاج هتضرب، فخلاص انا هقف اتضرب. انت عارف ان انا ابويا كان بجد بيغلطني؟ يعني بعد احنا دلوقتي مثلا ابويا بعد ما اتخانقنا بنقعد نتكلم مع بعض، يقول لي يعني ينفع وانا بضربك تجري حوالين السفره؟ اقول له طب ما انا بهرب. يقول لي الادب يخليك ان انا وانا بجري وراك اضربك تقف تقول لي اضرب بابا. بالظبط. كنت بعمل كده، كنت بقول له يعني ايه؟ حتى انت بتضرب كنت بتعمل ايه؟ كنت بستسلم بجد؟ اه واحساسها ايه يا فار؟ ولا اي حاجه، عادي بعمل نفسي ان انا ما بتضربش. يعني لما كان قاعد بتفرج على التلفزيون مثلا وامي نازله فيها ضرب، هي لا انا فاهم. عادي. انا مثلا اخويا بقى مستحيل يستسلم، بيعافر؟ مستحيل. فده بيخلي الضربه ما بيجيش فبيبقى عايز ياكد على الضرب. لا ده ممكن يقعد 3 ايام بيجري حوالين البيت ولا ليهم بتجيبه. ولا كانوا بيلعبوا بقى، مش اللي هو يا امي اصلا عماله تجري وراه نسيت هو كان عامل ايه. يعني بقى هي بتهبط فبتقع. بجد هو الموقف ده وحش قوي. يعني تخيل انت قاعد كده عند مثلا عند مثلا حد من صحابنا، مثلا انت قاعد ضيف في مكان، فجاه جه في وشك علبه زبادي. بقى احنا عايزين رغيف، عايزين ماسك بقى. عايزين ماسك يا عمي بالله عليك. ايه ده بجد والله. طب يعني مش عارف انت لو في مكان البنت دي هتعمل ايه؟ صح؟ عايز يجريك يوجد. هو حاليا جعان انت عايز تستقبل اي رغيف مع زبديايه مع اي فاهم، فطرتش والله مع ثمره مع اي حاجه. انت عايز تظبط الدايت. مولتو كينج. انت بتقول اعلانات في النص. حسبي الله ونعم. اطفيح مش عارف هو اسمه ايه بصراحه. مصطفى روم، فكره في مسيرتك التعليميه ما تقدرش تنساها. كنت بتخانق وانا في ثانوي ورحت جبت ناس طلعوا اصحاب اللي بتخانق معاه وضربت تاني. اعتقد ده حظي في الدنيا. ده حظي في الدنيا ان انا ببقى عايز اعمل حاجه والجا لشخص او الجا لحاجه وتطلع هي دي الخازوق. بجد هو موقف كالاتي. احنا دلوقتي رايحين، انا دلوقتي اتخانقت واتضربت، تمام؟ انا اول مره اتضربت، فانا لجأت ل3 4، تمام؟ ومن بعيد انا بعمل كل الاصوات بتاعه الخناقه. يعني انا بعمل بقى ايه؟ تي 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 تي، كل الحاجات دي عملتها من بعيد وعمال اشاور عليهم من بعيد كده اهو. اول ما قربنا قلت له هم دول اللي هم، قلت له اديني. ضربت انا حاسس بجد ان ده حظي مؤخرا. عايز تهرب من حاجه بجد ما بيحصلش معاكم؟ مش ان انا بتضرب لوحدي بالله عليك. انت عمرك حصل معاك ان انت جبت حد يتخانق معاك وضربك؟ انا دايما في الخناقه لو هعمل حاجه زي دي بضرب اول حته وبجري، يعني ما بكملش الخناقه. حاسس بلحق اجيبك يعني؟ لا انا بجري، انا مش هتخانق، انا مش هضرب، مش هتضرب عشان ببقى اتضربت مره فمش هتضرب المره الثانيه. يعني لو جايب حد يتضرب مش هتضرب معاه، فاهم حاجه؟ لا صعبه. انا يا نهار اسود ضربت كتير قوي. انا مش فاكر انا ضربت اصلا. ممكن نتكلم عن سلاف. في واحده اسمها سلاف بتشتغل اوبريشن مانجر. اكتر موقف محرج اهلك حطوك فيه. مره ماما صورت وشي وانا نايمه علشان توريها العريس وتوري له اني بريئه وانا نايمه. انا مش عارف هي امها ليه عايزه تصور ريالتها بامانه يعني. وايه اللي في ده ممكن يغري العريس؟ لا هي عايزه توري له براءتها. يغري العريس في ايه؟ يعني ايه البريء في النوم؟ مش فاهم. عادي تلاقي دايما مطلعه لسانها بره. ده كلب كده، ده مش بني ادم. مفيش بني ادم بيطلع لسانه بره وهو نايم. معرفش، بس هو ده ياخدنا في حته بقى ان الامهات دول خطر. لا هم يعني لو امها بتعمل كده للناس اللي غريبه تعمل ايه؟ شايفاها ان هي طفله عادي، فقشطه صورها وهي نايمه صباح الفل. ايه يا عم ده؟ محدش بيشوف ابنه ان هو كبر مهما ده حقيقي ده صح. ده مهما بقى كبير. يعني انت ابوك عادي ممكن يقلعك البنطلون في الشارع. لا لحد دلوقتي مش ممكن. لا فعلا. بس عشان انا حاسس ان احنا في فرق بيننا كبير قوي في التعليم. ممكن اعرف انت دلوقتي حياتك في المدرسه او يومك في المدرسه او في الفصل. لان بص بالراحه عشان انتوا دايما مقتنعين ان في، عشان قلت لكم في مره بالغلط ان في تكييف عندنا في المدرسه. دي مشكله ان انتوا حاسين ان انا كنت مرفه. احنا ازاز الشباك ما كانش موجود، احنا الفريم بس. احنا بجد عادي بناكل من على العربيه عادي وفاهم
والدنيا تمام. انت ما تعمليش كده شريت افجر حاجه كان العربيه يا ابني ما تتكلمش بالاسلوب ده معايا. ما انت شبهه صح؟ ايوه يا ابني انت كنت بدرس لغات. مدرسه معفنه بس كنت بدرس لغات انت شفتش اللي انا شفته برضو. شفت ولا عشت انا اكلت شيبسي تايجر في نص الطابور. شطه نار. عندك كانتين عادي وانا عندي كانتين عادي. طبعا. ايه المفردات الكانتين عندك؟ ايه المنيو بتاعك؟ كانتين عندنا كان اللبان اللي هو نينو طبعا. هو كان عليه واد بالونه ده. عندنا كلبز طبعا. طيب يا صاحبي طب ما ده عندي احنا الفطير ما كناش بنروح له. فطير. الفطير كان بيجي لنا الفطير والباتيهات اللي محشيه جبنه قديمه. ايه محشيه جبنه قديمه. اللي هو المش. لا اللي هو قبل. انت مش عارف الجبنه القديمه. لا انا عارف المش. الاسطنبولي. لا انا عارف المش. بص كل باتيهايه كان جواها جبنه قديمه وقرن فلفل قد كده. انا جالي ازاي ده بسببه عامه. بس انا اولى ابتدائي وانا عندي 6 سنين والله بجد. يعني دي كانت وجبه. دي كانت وجبه المفضله في المدرسه. مين مين بيعملها لكم؟ بص هو كان في راجل كبير. كبير حجما ولا مقاما؟ لا حجما. يعني انا مش بتريق عليه بس انا هحاول يعني اخيل لك شكله. هو شبه الباليرينا بتاعت الافراح الافتتاح اللي هي بتاعت اللي هي بتبتدي كده. كان بيجي بكيسه حمراء مش سودا ولا بيضه حمراء جواها فطاير كتير مشلتت فاضيه وباتيهات جبنه قديمه بالفلفل الحراق. يوزع يعني هو بيدخل على دي عربيه الايس كريم اللي في امريكا. هو قد العربيه دي. في ثانوي بقى الكانتين عامل ازاي؟ ايه استنوا كده. فطيره وكنز وكيس عم مسوي. ايه روبوت لا ثانيه روبوتس واقفين. ايه اللي انت قلته يا ابني؟ ما سمعتش اللي انت قلته. ولا هتسمع. ده كود ده كود بيترجم عند عم ثروت بيخش من بين الحديده وهو واقف في سجن. ده مش كانتين ودي اللعبه كانتين زي الدرايف ثرو كده. لا ده حيطه اخرها سنه. فينتج يعني حاجه كده ابستراكت. عم ثروت كان عنده اوضه ملهاش باب. انا ما اعرفش هو داخل جوه ازاي وهيخرج امتى. هو غالبا حبس. هو لغايه دلوقتي هناك. تديله 5 جنيه ونص فطيره كنز كيس عم ثروت فطيره كنز كيس عم ثروت فطيره. العيال واقفه ورا بعض شويه بقر واقفين بيخشوا بالدور بيحطوا ده يونيفايد ميل عندكم. لا الموضوع فاهم اللي هو بيفتح. انت مش عارف اللي انا قلته ده معناه يونيفايد ميل الوجبه الموحده. يا ولد دي الهابي ميل بتاعت المدرسه يعني. لا بس الشيبسي كان على اختيار الشيف. اوكي. انا كنت هتكلم في موضوع الكيمياء ده ان انا كنت ضايع جدا في الكيمياء. كنت كنت بجد. لا الماده دي انا ما كنتش بجد والله. كان عندي ازمه بيني وبينها. ما كناش مش عارف مش ادبي يا ابني. انا كنت علمي رياضه يا حبيب قلبي. بص احنا كان عندنا كده الناس اللي هنا كانت دايره اكتوبر عارفين سنتر البسمله اللي انا هتكلم عليه ده. كان عندنا يا جماعه سنتر اسمه سنتر البسمله. كان في مدرس بتاع كيمياء. المدرس ده كان بيعمل ايه؟ المدرس يا جماعه كان بمنتهى البساطه بيوزع الدرجات بتاعه الامتحانات بتاعته بالترتيب من الاعلى للاقل. هو ماشيها كده. فهو بدأ بالترتيب اعلى الدرجات. البنات بقى اللي ناقصه ايه نص درجه، اللي وقعت منها حاجه في الامتحان فما شافتش سؤال فعدى منها فناقصه ربع درجه في درجه. فبدأ ينده بقى من الاعلى. ايه؟ لا انا لحد دلوقتي ما خدتش درجتي يعني. انا ما اعرفش انا جبت كام في الامتحان. لا انا درجاتي وحشه قوي في الكيمياء. وبعدين انا برضو كولد برضو انا بقول لك انا ما عنديش نقطه الادراك دي ليه؟ لان انا كنت عايز اعمل الحركات بتاعت ايه ده؟ انت ناقصه نص درجه وانا ناقص نص درجه. طب ما تيجي نتكلم فيهم. فاهم حاجه؟ انا عايز اعمل دي والبنات قاعده قدامي يا اسطى. عارف انت البنات الموس. فاهم حاجه؟ فانا برضو طموحي بعيد قوي عن امكانياتي او عن درجاتي. انا ورا انا ناقص كتير قوي. وهي حبيبتي ما شاء الله ربنا كرمها دلوقتي معاها اعتقد 3 ماجستير واكيد طلبت كل الفطير بالجبنه وكل الحاجات اللي انا ما عرفتش اعملها دي. لو انتوا عايزين يا جماعه الحلقه الجايه عن التعليم او عن المدارس اكتبوا لنا في الكومنتات مواقفكم اللي ليها علاقه بالمدارس او والتعليم واكتبوا لي ونتكلم فيها سوا المره الحلقه الجايه. على جنب والخاصه على جنب والدولي ما يخشش. الدولي. طيب يا جماعه دي مراجعه حفلاتي هو مين السكر. احنا دلوقتي الموضوع معتمد اعتماد كامل على المواقف اللي انتوا هتكتبوها لي في الكومنتات. اكتبوا لي اكتر موقف محرج اتحطيتوا فيه، اكتر مشكله تسببت لكم في خناقه في علاقاتكم، حاجه ليها علاقه باهلكم. يا ريت تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب. سلام عليكم.